ونحن على أبواب الاختتام. هذا اللغط، هذا الهرج، هذا المرج. أول شيء راح نسألكم سؤال كأعضاء لجنة مركزية. من هو الساحب الثقة من الأمين العام؟ يرفع يده. شو نشوفوا؟ شكرا. كل واحد في مكانه، كل واحد يحكم مكانه. إذن الصحافة يسجلوا. هل لا أحد في اللجنة المركزية سحب الثقة من الأمين العام؟ للسياسة في رأيك أمين عام كمناضل من بينكم طريقان لا ثالث لهما. إما أن تكون صادقا أو أن تكون مارقا. أن تكون صادقا تكون وفي وتكون شجاع وصريح، وأن تكون مارقا أن تكون منافقا، وأن لا تتصف بصفة الوفاء، وأن تكون جبانا في المواقف الصعبة. أصارحكم اليوم وأنتم أعضاء اللجنة المركزية بصفتي كأمين عام. جئتكم اليوم لقد غبت عنكم لمدة 3 أو 4 أشهر لظروفي الصحية، وهذه حقيقة. يجب أن أصارحكم كما أصارح المناضلين من حولكم. غيابي لم يكن بدون سبب. قد كنت لأمور صحية غبت تلك الفترة التي تساءل عنها الصحفيون، وعلاقتي بالصحافة منذ أن توليت الأمانة العامة علاقة دائمة. إذن تلك إشارة أولى، واليوم إشارة ثانية. أريد أن أقدم أمامكم استقالتي، وأرجو من هو مع عمار فليسكت. النظام الداخلي والقانون الأساسي يعطي الحق لأي عضو في الحزب أن يتقدم باستقالته، وبالتالي أقول أني أولا أصر عن الاستقالة حتى لو كانت مرفوضة فهي مقبولة. وأرجو منكم ومن كل الذين يتبعون عمار سعداني الأمين العام أو يوافقون عليه رجائي للمصلحة العامة للحزب وكذلك للبلاد. هذا الحزب لا يحتاج، أرجوك بنات، هذا الحزب لا يحتاج أي خدش. لقد كنت رئيسا للمجلس الشعبي الوطني وتركت الكرسي والمجلس السياسي. هذا الحزب حزب ديمقراطي، يروح عمار يجي عمار ولا علام. حزب للمناضلين. أوصيكم ب3 حاجات، ثم 3 حاجات. الجزائر أولا، الجزائر ثانيا، الجزائر ثالثا. وأوصيكم ب3 حاجات أخرى. الجزائر ثم الجزائر، وجبهة التحرير ثم جبهة التحرير، والرئيس بوتفليقة ثم بوتفليقة.
ثم بوتفليقة حب من حب وكره من كره. إذن رجائي أن تسمعوا إلي وتنصتوا إلي وتتبعون نصيحتي، وحتى أكون وفيا معكم أقدم لكم أخي المجاهد عضو المكتب السياسي اللي كان رئيس اللجنة، كلكم فتوا على يديه وكلكم هو رئيس لجنة الانتخابات سي جمال ولد عباس، وأرجو أن توافقوا بإذن مني. وأرجو من سي جمال يتقدم عندي هنايا. بارك الله فيك. جيبوا له كرسي، خليه يجيبوا له كرسي، ريح جيب لي كرسي. هات الكرسي هذاك، هات الكرسي هذاك. سي جمال تفضل. سي جمال حط الكرسي. وتهبط الصغير قاعد. الله يسلمكم. بارك الله فيكم. رجاء